أجدد ترحابي بكل من جمعهم حب الفن والسينما تحت لواء هذا المهرجان الوطني للفيلم القصير بالبرشيد في دورته الخامسة. فمرحبا بضيوفنا الكرام من فنانين ومخرجين وكتاب، وبلجنة التحكيم التي أدت عملها بإتقان، وللمتدربين المبدعين الشباب. ولن أنسى أن أختم كلمتي هذه بدعوتكم جميعا السنة القادمة نضرب لكم موعدا جديدا مع فعاليات الدورة القادمة مع أفلام وأنشطة جديدة. وشكرا. درنا واحد المجهود على المركب الثقافي باش ان شاء الله يكون موجود الشباب والشابات اللي باش يكون يعود بالخير على هذه المدينه هذه ان شاء الله. شكرا على حفاوة الاستقبال، شكرا على الراحه اللي حسينا بها في هذه المدينه الرائعه، شكرا لهذه الوجوه الطيبه، سعيده جدا انني كنت معكم وتقاسمت معكم هذه اللحظات. نتمنى الالق دائم ان شاء الله لهذا المهرجان، نتمنى كل النصر لجميع الشباب برشيد اللي كيتمنوا انهم يديروا السينما او لا يكونوا صناع سينما في المستقبل. على لقاء ان شاء الله. كنشكر الجمهور الكريم ديال مدينه برشيد، كذلك كنشكر كل من دعم هذه التظاهره السينمائيه الثقافيه. كنشكر الجميع ونتمنى انه دائما تكونوا الى جانب الثقافه. شكرا. اتمنى ان تكون ثوره فنيه سينمائيه وتنطلق لمنا من مدينه برشيد اللي كل شيء كيعرف عليها انها المدينه اللي فيها السبيطار ديال المجانين فقط. هنا كاين مجانين ديال الفن، مجانين ديال السياسه، الناس اللي كيبغيو بلادهم. ما نبقاوش نجمعوا مجهود ديال البلاد كلها في السبيطار ديال المسطي، فالمسطي الحقيقي هو اللي ما كيخدمش بلاده. تحياتي والسلام عليكم. أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المهرجان على هذا التكريم الكبير الذي يأتي على هامش تنظيم المهرجان الوطني للفيلم القصير في دورته الخامسة. أنا كنت جد سعيدة بالتتويج بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم القصير بمدينة برشيد. الجائزة أنا فرحانة بزاف، وهي كتمثل بالنسبه لي اعتراف للمجهودات اللي كنقوموا بها باش نقدموا عمل فني في المستوى. وكنهدي هذه الجائزه للمون برودكتور فيصل القديري والممثلين اللي خدموا معايا اللي هما جليله المسيع بن نبي بنيوي ونزهه التباعي، والجميع الطاقم التقني والفني اللي اشتغلوا معنا باش قدرنا نديروا هذا الفيلم متواضع. المهرجان الوطني للفيلم القصير برشيد راه وصل تبارك الله للدوره الخامسه ديالو، وفيه شباب طموح، ومن خلال البرنامج ديال المسابقه اللي قدموه كان اختيار في مستوى جمالي وسينمائي رفيع. وكنظن كاين شباب واعد الان في المغرب اللي كيبشر ربما بتطوير سينما مغربيه كيف ما كانت كتطور في السنوات الاخيره. وكنظن على مستوى الفيلم القصير كاين شابات وشباب عندهم طموح كبير وعندهم امكانيات تقنيه سينمائيه وجماليه وموضوعاتيه مهمه. وكنظن الاختيار ديال لجنه التحكيم حاولنا يكون موضوعي ما امكن.